كان فتى الشاشة الأول، صاحب الملامح الهادية والنظرة اللي فيها عمق ما يتوصفش. عماد حمدي نجم كبير، بس قصته الحقيقية عمرها ما كانت على الكاميرا. القصة بدأت من قبل الشهرة بكتير، من لحظة الميلاد لما اتولد هو وأخوه التوأم عبد الرحمن. نفس الشكل، نفس الصوت تقريبا. اللي يعرفهم كان بيقول عليهم نسخة بالكربون. والأغرب إن علاقتهم كانت مختلفة عن أي أخين. كانوا بيحسوا ببعض من بعيد، يحلم نفس الحلم، ولو واحد تعب التاني يحس بحاجة غريبة في جسمه. كبروا مع بعض، عاشوا في نفس البيت، اشتغلوا سوا لفترة، لكن عماد هو اللي اختار طريق الفن وأخوه سابله الساحة. فضلوا قريبين رغم انشغاله في السينما والبطولات، لكن اللي حصل بعد كده ما يكتبهوش خيال كاتب دراما. في يوم من أيام التصوير عماد كان بيصور مشهد عادي جدا. فجأة وقف وسط التصوير، وشه اتغير، عينه دمعت من غير مقدمات، وقعد على الأرض وهو بيقول: أنا تعبان، أنا قلبي مقبوض. الناس افتكروا إنها نوبة تعب أو إجهاد، لكن اللي عرفوا بعدها بساعات إن أخوه التوأم عبد الرحمن مات في نفس اللحظة تقريبا. عماد اتصدم، ما كانش يعرف، محدش قال له وقتها، بس كان حاسس. من يومها حاجة جواه انكسرت. اللي يعرفه كويس قال إنه ما بقاش زي الأول، بقى ساكت أغلب الوقت، بيشتغل بس من غير شغف، بقى بيحس إنه نصه مفقود، مش موجود. الصدمة أثرت عليه نفسياً وصحياً، وبدأت حياته تدخل مرحلة الانهيار ببطء. اتعرض لأزمات مادية قاسية، خسر بصره، ومات وهو بيعاني من فقر واكتئاب شديد بعد ما كان واحد من ألمع نجوم السينما. لكن اللي مفيش حد بينساه إن عماد حمدي مات وهو لسه بيحكي عن أخوه، وعن اللحظة اللي حس فيها إنه راح قبل ما أي حد يقوله. مشهد حقيقي أغرب من الخيال، عن أخوين اتولدوا مع بعض، واحد راح فجأة والتاني حس بيه من غير كلمة. قصة عماد حمدي مش بس قصة نجم، دي قصة روحين كانوا واحد